في الفترة الأخيرة بقينا نسمع كتير كلمة شخص سام. طيب هل ده معناه انه في الفترة الأخيرة بس هم الأشخاص السامين ظهروا ولا هم كانوا موجودين من زمان؟ لا، هم الأشخاص السامة موجودين من زمان، بس الوعي زاد أكتر أو احنا ركزنا عليهم الضوء أكتر. طب ما تيجي نعرف ايه هي مواصفات الشخص السام؟ هو شخص على طول شكاي، بيلعب دور الضحية بامتياز، متلاعب، استغلالي، يحاول يطلع منك بأكبر مصلحة، دايما على طول بينقدك، وتعليقاته دايما سخيفة وسلبية علشان يقلل ثقتك بنفسك. مش بيقدر يتحمل أي مسؤولية، ومش بيحب يعترف دايما بأخطائه، سريع الغضب، وانت حتى ما انتش عارف، لانه لما بيطلع مرة واحدة وانت حتى مش عارف او تتنبأ حتى من انفعالاته امتى بالظبط. تمام. طيب ايه المراحل اللي انت بتمر بيها مع الشخص ده؟ اول مرحلة طبعا بيعيشك في الحب والهيام والدلع وكل الحاجات الحلوة ديت، وبيحسسك انك افضل شخص في العالم وانك الشخص المثالي اللي مفيش حد اتخلق زيه. فطبعا انت تبتدي ترتاح له ومبسوط وتقول الحمد لله ان ربنا عوضني بالشخص دوت، وتحكي كل حاجة عنك. ما انت لقيت بقى الشخص اللي تثق فيه وتديله الامان. تاني مرحلة، الشخص ده هيبتدي يستغل كل المعلومات الحلوة اللي انت قلتها ليه عن نفسك، ويبتدي ان هو يا اما عايرك بيها يا اما يمسكها ضدك في مواقف معينة عشان تعمله اللي هو عايزه، ويبتدي كمان يقلل قيمتك ويعزز من ثقته هو. تالت حاجة، العلاقة معاه هتكون on off وانت طول الوقت مش مرتاح. طيب هو هيرجعلي؟ لا مش هيرجعلي. طب هو بيحبني؟ مش بيحبني. ودايما انت في حيرة وقلق وتوتر، ولما بيفشل خالص في انه انت ترجعله او اي حاجة من الحاجات دي، فخلاص بقى بيستغنى عنك لانك ما بقتش مهمة بالنسبة له، وهيروح يدور على شخص تاني يقدر يمارس عليه الدور بتاعه. وبكده انت قدرت تعرف مواصفات الشخص دوت وايه المراحل اللي بتمر بيها معاه. وياريت تخلي بالكم قوي، لانه اعز حاجة عند نفسنا هي روحنا، ومش هندي روحنا ولا مشاعرنا لأي حد. حبوا نفسكم كتير. يومكم جميل.